شكون هما 5 ديال المواهب المغربيه اللي غادي يقلبوا الطاوله في اوروبا هذه السيمانه وهذا الموسم؟ ارقام ومؤشرات كتقول بلي هاد الاسماء غادي تكون هي المفاجاه الكبرى. الا بغيتي تتعرف على شكون هما كمل معايا المقطع، حيت كاينين اسماء غادي تصدمك لاول مره. نبداو على بركه الله. ما تنساش دير جيم واشتراك باش يوصلك كل جديد في قناتي. اول لاعب اللي نتكلموا عليه هو ياسين الزبيري، لاعب راسينغ سانتاندير الاسباني. الموسم اللي فات كان صعيب بزاف على ياسين، والتجربه ديالو مع فريق ريال الفرنسي ما نجحاتش، والسبب هو التسرع في الخروج من الدوري البرتغالي اللي كان متالق فيه مع فريق فاميليكاو، وزيد عليها الخروج من التركيز بعد كاس العالم من اقل من 20 سنه. 6 ديال المباريات فقط ومعدل 42 دقيقه، حصيله ضعيفه جدا، ولكن كره القدم ديما فيها فرصه ثانيه. الزبيري جاتو فرصه ذهبيه باش يرجع الهيبه ديالو بعد ما انتقل على سبيل الاعاره لفريق راسينغ سانتاندير في الليغا الاسبانيه. الدوري الاسباني مناسب ليه 100%، حيت كيعتمد على الهجوم، على المهاجم اللي كيحرك اللعب وكيخرج برا الصندوق، وهذه هي النقطه القويه ديال ياسين. هو براسو قال بلي فرنسا كان فيها صراعات البدنيه بزاف ما تتناسبوش عكس اسبانيا، وبالفعل سجل اول هدف ليه في وديه ضد خيخون. الى حضر الالتزام والانضباط غادي نشوفوا نسخه واعره ديال الزبيري العام الجاي ان شاء الله. ثاني لاعب اللي هو عبد الله وزان، لاعب اياكس امستردام الهولندي. تخيلوا باللي هاد الدري كان قريب يسيني مع ريال مدريد الموسم اللي فات، وكان صافي غادي يطير لمدريد قبل ما تراجع الاداره في اخر لحظه لاسباب مجهوله، ولكن رب ضاره نافعه. الفرصه مع اياكس حسن ليه 1000 مره باش يكبر ويتطور. اياكس معروفين بمدارسهم اللي كتطلع المواهب وكتبيعهم من الفروق الكبار، وزان شاف هاد الطريق بعد موسم خرافي مع الرديف، سجل فيه 15 هدف. في التحضيرات الصيفيه وزان اثبت باللي بلاصتو كاينه في الفريق الاول، كان هو النجم الاول في الوديات خصوصا ضد بيرني الانجليزي بتنقيط 8.2 وهدف عالمي، وزيد عليها عطى تمريره حاسمه في تصفيات دوري المؤتمر الاوروبي. المدرب ديالو ميشيل طار به فرحان ومشيد من الموهبه ديالو. وزان كيعرف يلعب صانع العاب، مهاجم وجناح، انطلاقه كبيره في هولندا هذا السيزون. ثالث لاعب اللي هو يونس بن طالب، لاعب انتراخت فرانكفورت الالماني. واخا الاصابه حرمته من النصف الثاني ديال الموسم اللي فات ولعب 5 ديال الماتشات، ولكن الارقام ديال يونس بن طالب كتقول باللي حنا امام مهاجم عصري بامتياز. بن طالب اللي انتقل لفرانكفورت ب 100 ملايين يورو، عنده الاحصائيات كيهبلوا عليها المدربين الكبار. اول في البوندسليغا والضغط العكسي كونتر بريسينغ، الثاني في افتكاك الكرات وفي مناطق الخصم، السادس في الضربات الراسيه، والعاشر في التحرك بدون كره في المناطق الحاسمه. بطول ديال مترو 91 وحس تهديفي عالي، كيدير مجهود بدني جبار، وهو دابا واجد 100% وبدا كيسجل في الوديات. وهنا كنوجهوا رساله للمدرب محمد وهبي باش يستدعي المنتخب الاولمبي ولا الاول، ونضمنوا هاد الموهبه في مركز المهاجم الصريح اللي محتاجينه بزاف. رابع لاعب ايمن عصاب، لاعب موناكو الفرنسي، الجوهره السابقه ديال باريس سان جيرمان واللاعب الجديد لموناكو. الخروج ديالو من باريس سان جيرمان كان قرارا ذكي بزاف، حيت عرف راسو صعيب يلعب في وجود لاعبين بحال فيتينيا ونيفيز، فاختار يمشي لموناكو اللي عطاوه عقد محترم وعدوه باللعب. عنده غير 18 عام ولكن فرض راسو في الوديات ضد سبورتينغ لشبونه وسانت بريس، والصحافه الفرنسيه كامله كتهضر عليه كواحد من ابرز المواهب المرتقبه في الليغا. ايمن كيسير اللعب في وسط الميدان، كيهرب بالكره تحت الضغط وكيضرب الخطوط بتمريرات عموديه ساحره. والاهم من هذا الشيء الاخبار الحصريه كتقول باللي حسم القرار ديالو واختار المنتخب المغربي. عقلوا على هذا الاسم مزيان حيت ما غاديش يطول بزاف في موناكو كل ما تخطفوا الفروق الكبار. دوزو الخامس لاعب وائل، لاعب بوريسيا مونشنغلادباخ الالماني. واخا عنده غير 17 عام، وائل محيا فرض راسو العام اللي فات مع الفريق الاول مونشنغلادباخ، شارك في 15 ماتش، سجل 2 اهداف وصنع هدف، وارقامه الدفاعيه كتحطو مع افضل 10 لاعبين وسط في الدوري الالماني في افتكاك الكرات. في المعسكر الصيفي سجل وصنع واكد الجاهزيه ديالو، واخا الاصابه الخفيفه الاخيره ما غاديش تمنعو باش يكون حاضر في الماتشات الجايين في الكاس. اللاعب حسم الموقف ديالو بشكل رسمي واختار يمثل المنتخب المغربي رغم الضغوطات والاغراءات الكبيره من المانيا. موهبه كتاهل باش دير موسم خرافي ومستقبل كبير كيتسناه. كانوا هادو هما 5 الاسماء المغربيه اللي كنتوقعوا انفجار في اوروبا هذا الموسم بناء على الارقام والداتا ديالهم. الى عجبتكم هذه الفكره وبغيتوا جزء ثاني في اسماء اخرى خلوها لي في التعاليق. كان معكم اخوكم مهدي، شكرا على المتابعه والى اللقاء في مقطع قادم ان شاء الله.